السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان 22 دقيقة المنتخب بيلعب على التالت والرابع مع نيجيريا إن شاء الله. خلصنا خناقات وخلصنا لجان لعيبة، لجان مشجعين، لجان من هنا ومن هناك، خناقاتنا مع كل دول العالم والدول الأفريقية. وأشرنا أصابع الاتهام لكل الناس اللي حوالينا. خلصنا حاجة صغيرة جدا، المنظومة بتاعتنا هي اللي مسؤولة عن النتيجة، لأن اللعيب اللي قدامي ده أنا مش جاي أكتشفه النهاردة. أنا شفت ردود أفعال من الناس أكنهم أول مرة يشوفوا اللعيبة بتاعتنا. إحنا عارفينهم، واللعيبة دي عملت كل اللي عليها بالإمكانيات اللي عندها، فهي مش اسطوانة. بس لو إحنا عايزين نغير الأوتكم لازم نغير اللي إحنا بنعمله من الأول، صح؟ يا اما هتبقى ايه؟ انسانيتي، صح؟ مش اينشتاين قال الكلام ده؟ هتعمل الحاجه كذا مره ويو اكسبكت او تتوقع ديفرنت ريزلت، نتيجه مختلفه. ده تعريف الجنون. لو احنا عايزين نشوف لعيب، انا ما ينفعش اللعيب عامل كل حاجه بالامكانيات اللي عنده. حسام بقى غلط ان هو ما نزلش مصطفى محمد، حسام غلط ان هو ما عملش تغييرات، صح؟ مش اخر العالم، الراجل عمل حاجات كويسه. بلاش نبقى الشعب اللي بينسى. يعني احنا طلعنا بيه بالمنتخب السما في ماتش كوت ديفوار. الماتش خلص بتاع السنغال وشتيمه ما بعدها شتيمه، مش صح؟ مش صح. ده اللي عندنا، احنا لابسين ده وهنفضل نلبس ده. والسبع بطولات اللي خدناهم الحمد لله ان احنا خدناهم، ده ما كانش معناه ان احنا كانت المنظومه الكرويه اللي بتنشئ لعيبه، ده ما كانش معناه ان هي كانت صح وبقت وحشه. لا، احنا منظومتنا محتاجه تتغير. لو احنا عايزين نلعب كوره زي اوروبا وزي امريكا اللاتينيه، بلاش حد يقول لي اصل احنا غيرهم. لا، احنا مش غيرهم يا جماعه، احنا مش غيرهم. انت بتروح الجيم لو اتنيلت، لعبت زي الناس، لو اتمرنت، لو ذاكرت كويس، لو اشتغلت بما يرضي الله، هتعمل اللي هم بيعملوه. قاره امريكا اللاتينيه كلها قاره فقيره كلها، بتطلع مواهب غير طبيعيه. فانا مش يعني ايه، انا مش عايز اطول عليكم. لونج ستوري شورت، ان شاء الله نكسب باذن الله ونقف ورا المنتخب. اقف ورا المنتخب. المنتخب ده انا وانت وكل الناس اللي حوالينا. ده مصري وبيعمل اللي عليه ويعني بيحقق حلمه، فسنده. والحاجه الاخيره اللي انا بترجاها منكم، انتوا تدعوا للمنتخب ان هو يكسب، عشان انا داخل رهان. لو المنتخب خسر انا همشي 100 كيلو، همشي 100 كيلو، وانا مش هينفع امشي 100 كيلو. فيش ركب تمشي ال 100 كيلو دلوقتي. مفيش حاجه اسمها 100 كيلو. 100 كيلو ايه؟ 100 كيلو دي ما بتجيش وانا عندي 20 سنه، فمش تيجي وانا عندي 40 سنه.